اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على عينيكم. او مساء الخير طبعا في الوقت اللي تشوفي فيه الفيديو، ان شاء الله يبقى خير عليكم باذن الله. ال- البسبوسه من الحاجات اللي دايما بتفشل مع ناس كتيره جدا جدا، وبصراحه كنت انا اول الفاشلين فيها، مش هكدب عليكم. لكن البسبوسه ليها سر حلوانيه. بصي ما شاء الله طالعه عامله ازاي، ما شاء الله شايفين. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا مش قادره اكل منها لان انا مصوره الفيديو ده وعاملاه وانا كنت صايمه، فانا بس بوريكم عامله ازاي ما شاء الله ودايبه ازاي ما شاء الله. حرفيا بعد ما فطرنا وما شاء الله وكلنا منها من اجمل البسبوس، يعني من اجمل بسبوسه انا عملتها في حياتي قسما بالله. بالظبط بالظبط زي بتاعه الحلواني، يمكن اطعم كمان، لان انا حاطه على كمان على السيرب حته سمنه بلدي، فمخليه الدنيا واو يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا والمنظر اللي انتم شايفينه ده تحفه تحفه تحفه. تعالوا بقى ايه، شوف انا عملت ايه اهو. انا هنا معايا 3 كوبايات سميد بتاع او السيمولينا. 3 كوبايات دول بيعادلوا 400 جرام، 420 جرام. انا لما وزنتهم طلعوا معايا 420 جرام بالظبط. حطيتهم بقى في البوله اللي انتم شايفينها دي، وهاخد بصوا انا هنا خدت المعلقه دي. انا بقول لكم المعلقه دي اصلا صغيره، يعني دي اصلا بتاعه الشاي بس صغيره كمان، اللي هي القليله قوي. خدت يا دوب نصها بس بيكنج باودر، نصها. اللي هو ممكن تاخدي لو معلقه شاي كده تاخدي بس الربع. فهماني؟ يعني ما تكتريش بيكنج باودر. انا حطيت، والمره الجايه ممكن احط اقل كمان شويه، فاهميني؟ على الكميه دي حطيت نص المعلقه الصغيره قوي دي. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيتها قلبتها كويس. هنا كنت مسيحه سمنه، حطيت حوالي 100 جرام، اللي هو 100 جرام بيعادل مثلا ايه نص كوبايه. تمام، نص كوبايه سمنه 100 جرام سمنه. ماشي، حطيت سيحت السمنه، بس السمنه مش سخنه، السمنه ساحت وهاديه او بارده شويه، مش سخنه او تحطي حاجه سخنه على البسبوسه. الفرن شغال على درجه حراره 100 وكام 180. تمام. عشان الفرن لازم يبقى سخن قبل ما تحطي، لما تيجي تحطي الحاجه فيه يبقى سخن. حطيت السمنه وبدات اقلب بالسباتولا. بصوا بقلب ازاي، انا مش بعجن. اوعي تقلبي البسبوسه بايدك ولا بايدك خالص، ولا تعجنيها. لو عجنتيها باظت البسبوسه بالظبط، عملت لها عرق والبسبوسه باظت. قلبيها بالسباتولا كده، وبحرف السباتولا كده، بالسن بتاع السباتولا كده، ايه وتشققي يعني ايه، تقلبي فيها زي ما هوريكي كده. ايه اللي عملته؟ كل اللي عملته جبت كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي دي 170 جرام. تمام. حطيتها كلها. انا كنت جايبه كوبايتين، ادي كوبايه تانية. قلت هشوف بس الاول ايه القوام عامل ازاي، لو لقيته محتاجه هحط تاني. ما لقيتهاش بصراحه، ما شاء الله محتاجه. خدت الكوبايه 170 جرام، اللهم بارك. بصوا بقى عامله ازاي، وبصوا انا بقلب ازاي، يعني عشان تعرفي، عشان تقلبي زي ما انا بقلب كده، شايفه؟ انا بعمل كده خطوط خطوط خطوط، وايه واقلب على طول. انا عندي الصينيه دي، انا كان انت دي الكميه اللي انا عاملاها دي تتحط في صينيه 26. الصينيه دي اقل شويه من 26، دي ممكن تكون 24 الصينيه اللي بشتغل فيها دي. ف... فطبعا انا يعني ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. المره الجايه لما اجي اعملها هعملها في 26 باذن الله. بس هي بس الارتفاع بتاعها هنا عجبني قوي الصراحه، يعني عجبني قوي في الصينيه دي. لو انت هتحبيها مثلا بسبوسه مش الارتفاع بتاعها قليل، لا هتعمليها في 26. فاهماني؟ لكن هنا انا شايفه ان الارتفاع بتاعها جميل جدا هنا، بس انا ممكن المره الجايه باذن الله اجربها كده في 26، اشوف دنيتها ايه هتبقى في 26. المهم ايه، نزلت بالبسبوسه على طبعا دهنت الارضيه زبده او سمنه كويس قوي، ونزلت بالبسبوسه عليها كده، وايه واحده واحده كده ايه، ظبطتها بالسباتولا، وبعدين بليت ايدي سنه ميه، ورحت ايه ظبطها كده كلها زي ما انتوا ايه، بس ايه ما صورتهاش الحته دي. ماشي. هنا كان عندي سوداني. خلي بالك السوداني، اللوز، اي مكسرات هتحطيها لازم تكوني بلها في الميه الاول، يعني حطاها في ميه وبلها الاول عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. انا خلصت هنا اهو، طبعا بليت السوداني وبعد كده شلته من الميه، وبعد كده ايه ظبطه زي ما انت شايفه اهو. هنا بقى هجيب السكينه، وانا مش بقطع البسبوسه، انا بحدد البسبوسه. فاهمني؟ انا مش بقطع، انا بحدد. اوعي يعني اوعي تقطعيها، عشان لو قطعتيها مش هتبقى كويسه. يا دوب انا بحدد كده حاجه، بص حاجه كده يا دوب من على الوش كده، عشان ده اللي انا هقطع عليه بعد كده باذن الله. اهي. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو. وجربي الطريقه دي، فعلا فعلا هتدعي لي. خلصتها اهي، هدخلها بقى على درجه حراره 180 زي ما اتفقنا في في نص
في الرف اللي هو مش الاوسط، اللي تحت الاوسط كده. وسبتها قعدت حوالي 25 دقيقه. مجرد ما بصيت كده عليها لقيت الحروف بتاعتها احمرت، رحت على طول حطها تحت الشوايه، خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. طلعتها سخنه جدا. طلعت الشربات بتاعنا او السيرب او الشيره. طبعا انا عاملاه ايه، كوبايتين ميه على كوبايتين ميه على كوبايتين على كوبايتين سكر على عصره ليمونه بسيطه كده، خدوا غلوه واحده بس لحد ما السكر داب. وبعد كده ايه نزلته اهو. الشربات سخن والبسبوسه سخنه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، عماله تشرب ازاي. طول ما البسبوسه بتشرب معاكي اديها. ملهاش معيار معين. يعني عايزه اقول لك ان اللي يقول لك لا الصينيه دي بتاخد كوبايتين سكر على كوبايتين لا، ملهاش معيار معين. انا بعمل الشربات زياده شويه، وهي ملهاش معيار معين. ممكن تاخد كوبايه ونص، ممكن تاخد كوبايتين، ممكن تاخد كوبايه. فكل ما بصي كل ما تشرب تلاقيها بتشرب اديها، تلاقيها بتشرب اديها. بس بعد كده خلاص لقيت الشربات فوق كده خلاص. خلاص سيبيها بقى كده. وبص انا هعمل ايه. انا خلاص اهي لقيت الشربات خلاص طلع فوق اهو. بقى عليها كده من فوق ما شاء الله. وشربت كل ما شاء الله شربات. اتبقى معايا طبعا شربات تاني. هغطيها بصينيه تانية وهركنها بقى كده على جنب لحد ما تهدى خالص، تهدى خالص على الاخر وتبرد معايا. وبعدين تعالوا بقى ايه نطلعها نطلعها بقى ونشوف هنقدمها ازاي او هنطلعها ازاي او كده. بصوا انا هنا كنت هقلبها كده بس لا مش هينفع. هجيب ايه هنا. هجيب كيس وافتحه. كيس تلاجة، كيس تلاجة عادي اهو. بصوا هجيب كيس تلاجة عادي كده واحطه على الكنافة من فوق. انا هوريك قصدي البسبوسة، هوريكي بقى تقلبيها ازاي. على صينية اكبر كده وتقومي ايه حاطة الكيس وتقومي قلبها كده. بصي اهو. في ناس بتحط في ارضية الصينية كيس حراري عشان ما تتلزقش. بس هي الحمد لله ما شاء الله ما لزقتش خالص. بصوا انا قلبها اهي. بس انا ايه احاول اطلع كده الصينيه، ارضيه الصينيه. بصوا ما شاء الله شكلها اللهم بارك. هنا بقى جبت الطبق. المفروض احطه كده على طول. لا مش هحطه كده على طول، استنوا بقى. بصوا انا هعمل ايه اهو. انا بقول لكم المفروض احطه كده على طول، مش هحطه على طول. هجيب كيس تاني برضو، كيس تاني تلاجة. وهقصه بقى المرة دي هقصه كده بطريقة شكلها شيك يعني شوية. يعني هشيل الزيادات دي واخليه كأنه مربع. فاهميني اهو. قومي بعد ما الفيديو ده قومي تعمليها حالا 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 بجد. حطيتها كده على ارضيه الصينيه. الكيس حطيت الكيس على ارضيه الصينيه وخدته كده. بصي بقى. بصي ما شاء الله في قلب الطبق الجميل اللي انا شارياه ده. حلو قوي 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 بصراحه، تحفه. لو خدتيها برضو زي ما اتفقنا كده وطريه جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك. احلى من بسبوسه الحلواني. هنا عايزه احاول ان انا ايه الم كده الكيس كده وعشان اغطي عليها بقى واسيبها. لان انا كنت بشوف بعمل اكل ايه واشوف الدنيا يعني وكده ورايا. بس لقيت كده مش هينفع. قلت خلاص بقى خليها كده وايه. وابقى اغطي عليها بعدين بعد ما اقول لكم كده ايه. اشوفكم ان شاء الله على خير وسعاده وسلامه. وجربوها هتدعوا لي والله العظيم بامانه هتدعوا لي. يلا مع السلامه وباي باي.